خير شبك هيك متضايق وزعلان؟ لك تعب على الفاضي، اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى. لك بحس كل العالم مبسوطة إلا أنا مالي شايف شي بالخير خير. ولك ما حدا فيه خير حتى. لك صلي على النبي، لسه في خير يا زلمة. لك وين الخير؟ ماني شايفه. وينه؟ ولك وينه؟ طيب رح انصحك نصيحة، انت بدال ما تقعد هيك تشكي وتبكي وتقول حظي ومظي، اخي عود جيب ورقة وقلم وراقب تصرفاتك وحركاتك وكلماتك وتقصيرك من وقت ما تفيق، من اي ساعة بتفيق بالضبط وشو بتساوي هيك لحتى تنطفي وتنام. راقب كل 5 دقايق انت شو عم تتصرف، شو عم تحكي، شو عم تعمل، بشو مقصر، صلاتك، عبادتك، علاقاتك مع الناس، اي كلمة بتنطقها، بتذكر رب العالمين، كل شي راقب، اكتبه على ورقة وطالع الأغلاط، غربل، شوف في عندك هيك أخطاء وشو عندك تقصير، هدول شوفهم وبلش اشتغل عليهم، وكما خلصت وحدة وانتجت ان شاء الله بتشوف بدالها الخير. سيدنا آدم وحواء بسبب أنه أكلوا تفاحة طلعوا من الجنة، من الجنة طلعوا. شوف هداك اليوم صاحبنا كان معزوم عند أكبر تاجر وعم يكرموا وعم يدللوا، بسبب كلمة بس حكاها معه فيها قلة أدب راح أهانه وقلعوا من البيت. انت بذاتك ما كنت بدك تهدي هداك اليوم صاحبك، بس لأنه عمل حركة بإصبعته بطلت تهديه وانزعجت منه. فأنت أكيد مانع الخير عنك أنت، وهذا الشي بإيدك، فاعمل مثل ما عم قلك وراجعني بعد فترة.